بكم كامل. رحب بكم. اول حاجه نباركوا للناس اللي استلموا البارح الهربينات نتاعهم، يعني الحمد لله علامه اتصام وفات بالعهد نتاعها، وحاليا راح يكون تسليم يومي ان شاء الله لعدد معتبر من الشاحنات. كما اليومس تسلمت تقريبا 70 شاحنه، ويوميا راح تكون في تعداد تاع 30 حتى 40 شاحنه يوميا. على بالي الكثير يستنى ايضا في الشاحنه الجديده تاع 140 مليون اللي راح تخلق الاستثناء ان شاء الله، وراح ان شاء الله تساهم بعض الشيء، لانه حاليا السوق عاد ما نحكمش عليه شخصيا. مهم تساهم وتنقص بعض الضغط على خواتنا. الحمد لله استفادوا بعض الاخوه وراح يستفادوا، وكما قلنا فيما يخص المركبات النفعيه السوق رايح للانفراج ان شاء الله بربي ان شاء الله. نرحب بكم كامل، مرحبا بكم. على بالي الكثير انتظروا البارح، وانا شخصيا انتظرت انه يكون الاعلان على الهربين تاع 140 مليون، ولكن انتظروها ان شاء الله في هذه الايام بربي ان شاء الله ما يفوتش عليها بزاف. راح تشوفوها، راح يعلنوا لكم عليها العلامه، لانه الامر هذا خليته للعلامه هي اللي تعلن عليه، ولا العلامه خلاتوا لها هي باش تعلن عليه باش نكونوا اوضح اكثر شيء. هربين مليحه على حسب ما شت، هي نورمالمون راح تكون دائما من مجمع شانغان بالتعاون مع تيرسام. طبعا التركيب راح يكون لهنا في الجزائر. امام عندي صور حتى لي شاسي كيفاه يجيبوا الشاسي وحده الكابيني وحده، يعني الله يبارك ما شاء الله كاين تركيب حقيقي. الناس تاع ياكدوا لكم هذا الامر. ايضا المصانع دخلت وشت بعيني، ديزونغار كبار بزاف، مصانع كبار بزاف تقريبا 18 هكتار، يعني راهم قاعدين يخدموا فيهم على قدم وساق، يعني راح يحط صناعه حقيقيه بربي ان شاء الله. الهربينات تاع جاك، وايضا شفتوا العلامه تاع جاك، والحمد لله كنا الاول والسباقين دائما لنشر الاخبار. مام حتى خبر تاع انه جاك بدا استقبال طلبيات، ولله الحمد كان من الصفحه تاعنا. دائما نحاولوا ان نفيدكم بالحاجه اللي تعاون وتساعد. الله غالب كاين حوايج اللي في يدنا نعاونوكم بهم، حوايج خارجين على الطاقه تاعنا، ولله الحمد الاف استفادوا من الصفحه هذه، وصلتهم المعلومه. نمدوا لكم دائما معلومات حقيقيه وليست مضلله. هذه هي. راح ينحيو شروط السجلات تاع الهربين. شوفوا فيما يخص الهربين الجديده، اذا فتحوا الايامات هذو بربي ان شاء الله التسجيلات عليها، حكيت مع المسؤولين على العلامه، قال لك ممكن جدا انهم ينحيوا الشرط تاع الريجستر ولا بطاقه فلاح ولا بطاقه مهني، ولا راح تنحى بربي ان شاء الله. الكونتيتي قال لكم كاينه كونتيتي الله يبارك، وراح يخدم وراح يزيد لا برودكسيون الايامات هذو. كما شفتيهم الايامات اللي فاتوا اعلنوا انهم يزيدوا ريكريتيو عمال بربي ان شاء الله. البرودكسيون راح تزيد تقوى والعدد راح يزيد، وفي جميع لاغام نتاعهم. كما على بالكم ايضا اليوم زاد دخل مولود جديد، وهو شاحنه تاع 8 طن ب 580 مليون. اكو شفتوها كامله مع بعضنا، محرك تقريبا الماني، شاسي لعلامه سينوتراك، والتركيب جزائري طبعا. وان شاء الله مادام وصلت العلامه انها علامات كبرى كما سينوتراك ولا شانغان وصلت المرحله انها جابتها الجزائر وبالاسم تاع الجزائر، يعني تعرفوا باللي الشركه راهي عندها اسم مليح وثقيل، مام حتى في بلدان الخارجيه. يعني في الصين مادام لحقت علامه تتخلى على اللوغو نتاعها لصالح لوغو جزائري، يعني حاجه مليحه. نهار واحد اخر ان شاء الله كي يقوى التركيب ويزيد النسب تاع الادماج، كي تشحن هذه ولا كي يبدلوها ولا كما نقولوا حنا يوردوها لدول واحده اخرين، على الاقل تخرج باسم جزائري، يعني حاجه مليحه وزياده فينا. هذه هي. كما قلنا الهربين كي يفتحوا عليها ان شاء الله التسجيلات بربي ان شاء الله، على حساب كما قلت لكم واش حكينا معاهم، بربي راح ينحيوا الشرط هذا. يعني مفتوحه للغشي كامل، راح يكون فيها سامبل كابين وايضا دوبل كابين. السعر تاع سامبل كابين راني لونسيتو لكم 140 مليون. دوبل كابين راه ما يكونش بعيد بزاف، ولكن كما قلنا في يد الشركه. هذا شركه خلاتو لها هي اللي تعلن لكم على السعر تاع دوبل كابين. وقتها تكون حاضره ولا وقتها يكون التسليم نتاعها المتوقع راح يكون في مارس، يعني راح اذا فتحوا بعد راح يفتحوا تسجيلات وتستناو منا المارس باش تستلموا هذا الشاحنه.
والشاحنه تاع دركا الهربين اللي حاليا تاع 185 تبقى دائما برودكسيون، يعني راهي اون برودكسيون، راهم يعيطوا للناس حاليا. نشوف في بزاف تعليقات يقول لك ماركيت النهار الاول وما عيطوليش، ماركيت النهار الثاني وما عيطوليش. خاوتي كل دقيقه يماركي فيها 1000. نعطيكم مثلا بعض الاحصائيات تاع الهربينات، راهم لاحقين تقريبا 70,000 طلبيه على الهربينات. خاوتي دقيقه واحده يماركي فيها 100 واحد. السيت نتاعهم تقريبا حل عجواه ل5:30. مثلا نحكيو على الهربينات خاطر ما هي الشاحنات قدامت الحكايه تاعهم شويه، ما بقيتش نشفع على المواقيت المحدده. نحكيو على الهربينات تقريبا الجماعه اللي عيطوا لهم واللي تلاقيتهم اول نهار تاع التسليم جماعه تاع 5:30. حاليا اللي عيطوا لهم وسلكوا راهم تقريبا لحقوا ل7 7:30. يعني نورمالمون الايامات هذو اللي سجل النهار الاول على 7 صباحا توقع في اي لحظه يعيطولك على باش تروح تخلص الهربين تاعك. دركا صفحات الاحتياليه ما تمشيوش. شوفوا باش يعيطوا لكم راكم تروحوا اول حاجه للعلامه، يعطيكم لوردر دو فيرسمون، يسميو له وصل تاع لوردر دو فيرسمون، الوصل تاع الدفع. تهز الوصل تاع الدفع هذاك تديه طاليمونتي الكونت نتاعك سي سي بي. اذا عندك كونت سي سي بي راك طاليمونتي الكونت نتاعك، يعني تعمر الكونت نتاعك. ولا اذا عندك كونت بونكار تعمر الكونت بونكار تاعك وتفارسي بالاوردر دفيرسمون هذاك بوصل الدفع هذاك، تفارسي لشركه تيرسام وتدي يعطيوك شاك سيرتيفي، يعني شاك ممضى باللي راك دفعتي المبلغ الفلاني. هذاك هو تروح به للشركه. يعني اي اتصال يجيك من اي جهه ويقول لك فارسي لي ولا خلص 20% ولا راهو ما كانش منها، وراهي صفحات احتياليه ولا اشخاص احتياليين. كما قلنا الايامات هذو راهم واصلين السبعة ودرجوا، يعني هم ماشيين ان شاء الله. وقالوا لي باللي راح تزيد لا برودكسيون وراح يزيد المستوى ان شاء الله تاع انهم يتصلوا بالناس باش يعيطوا لهم يخلصوا الشاحنات نتاعهم. هذه هي. ايضا واش راح نحكيو حكايه السيارات. خلي نكملوا شويه برك ونعاودوا نرجعوا لكم للسيارات. كما قلنا الهربينات تاع 140 مليون في اي لحظه راح يعلنوا عليها، هي والدوبل كابين. دوبل كابين قلت لكم راح تعلن العلامه على السعر نتاعهم. السعر التقريبي راهو عندي، ولكن احتراما للعلامه واحتراما لكلمتنا ماناش راح نحطوا لكم السعر، راح نحطوا لكم العلامه. يعني مجرد ايام برك، ممكن غدوه، ممكن بعد غدوه، بعد غير غدوه، ولكن التسليم راح يكون في جونفي او في عفوا في مارس او افريل باش تكون حاضره لهنا في الجزائر ويمدوها لكم ويسلموها لكم. ايضا راح يكون تسليم تاع الشاحنات. الكثير كي حطيت لهم النوعيه تاع الشاحنات اللي حقيقه ما توقعتهاش. شاحنه الله عفوا الحافلات راح يكون تسليم نتاع الحافلات، ولا قالوا لكم حضروا نفوسكم جونفي ان شاء الله يكون، ولا جونفي فيفري يبدا التوزيع تاع الحافلات تاع علامه تيرسام، يعني شتوهم الله يبارك. وهذو راهم دخلوا استيراد خاوتي، هذو ليسوا بالتركيب اللي هنا في الجزائر. هذو كوطا تاع 10,000 مدها رئيس الجمهوريه في عندها واحد الشهرين ولا 3، مدها 4 علامات من بينهم سوناكوم، وايضا زوز علامات اخرين، علامه تاع الجيش وعلامه الله اعلم يا هيونداي نورمالمون باش تجيب حتى هي لي بيس نتاعها. هذو راهم كوطا تاع 10,000 تقسمتها تيرسام سوناكوم وهيونداي وعلامه واحده اخرى رابعه نسيتها. شاحنات ولا عفوا حافلات من اخر طراز، اخر ما يعني اصلا دفتر الشروط نتاعهم. الدوله الجزائريه دوموندات احسن ما كاين في السوق العالمي فيما يخص الحافلات. ايضا كما قلت لكم انتظروا منتوجات واحد اخرين ان شاء الله من علامه تيرسام، مازال معاهم الخير ان شاء الله. ما وصلنا حتى تحدثنا معاهم قلنا لهم مادام راكم قاعدين تحلوا في ازمه كان زيدوا تكملوا تحلوا لنا الازمه ايضا تاع السيارات، لعل وعسى ما دريناش. البيع للخواص كاين طبعا، اي شخص راهو خاص. كما انا سجلت في الهربين تاع 185 مليون وما عنديش ريجيستر، نقدر نزيد نسجل في الهربين الجديده تاع 140 مليون اللي بلا شروط. نورمالمون تنجم تعاود تسجل عادي. شحال فيه الطول تاع 140 متر نورمالمون على حساب الشفت يكون 270 سنتيمتر، يعني اقل من تاع 185 مليون. تاع 140 مليون راح يكون فيه طول تاع 2 مترات و70، العمق 36 سنتيمتر، والعرض
ما شفيتش اكزاكت وما تديوهاش عليا انها رسميه، حوالي 148 ولا يعني متر ونصف. التسجيل تاع الهربين راح يلونسيوها لكم في المنصه دائما الايامات القادمه ان شاء الله. بربي ان شاء الله راح ينحيو لكم الريجستر. وفي حالة ما تعجبكش نقدر نبيع الهربين. حاليا راك تسني على عدم البيع او التنازل، يعني راهي خاضعه لقوانين المضاربه لمده قداه ما نجمش نبيع، ماهيش واضحه. هذه راهي داخله في سياسه الدوله الجزائريه، يعني في اي لحظه قادر ينحيو هذا القانون. في اي يعني كان يتحل الازمه تاع السيارات ولا الازمه تاع المضاربه هذه ينحيو القانون. ما نجم نقول لكم عام، ما نجم نقول لكم عامين، ما نجم نقول لكم 3 سنين، ما نجم نقول لكم 4، ما نجم نقول لكم 5. انا الحاجه اللي على بالي فيها انه الدوبلو بانوراما ولا الدوبلو الاخر عنده 5 سنين ما تنجمش تبيعه وما تنجمش يعني ما حتى تنازل عليه، يعني حقيقه ما تنجمش.